الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اقتفى أثره واتبع سنته ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا مجلس مع حديث عظيم وخطير. هذا الحديث رواه أو خرجه الإمام أحمد في مسنده، والطبراني في المعجم الأوسط، وأخرجه الحاكم في مستدركه باختلاف يسير في الألفاظ، من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خصال 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. حديث يحتاج إلى أيام وشهور لكي نفكك مفرداته ونستخرج منها ما فيها من العلوم والأحكام. هذا الحديث من مشكاة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، يحذر ذلكم الجيل الطيب، ذلكم الرعيل الأول، أولئكم القوم الذين اصطفاهم الله لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهم المهاجرون وكذلك الأنصار. ولكن الخطاب هنا من الرسول صلى الله عليه وسلم موجه إلى المهاجرين، قال لهم: يا معشر المهاجرين، خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. يتعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم بالله يعوذ بالله أيضا المهاجرين حتى لا يدركوا هذه الخصال التي سيذكرها. قال صلى الله عليه وسلم: خصال 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله. محمد ما ينطق عن الهوى. قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها. إذا ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها ويقيموا لها المهرجانات وينفقون عليها الأموال ويخصصون لها المواسيم ويدعون لها نجوم الفسق والفجور، فيحضر لها أئمة الضلال وأئمة التفسخ وأئمة العهر ويتوجون بالأوسمة والنياشين. ما قال: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها. الفاحشة تكون في كل المجتمعات، ولكن تختلف من مجتمع إلى مجتمع. هناك من يستحيي ويستتر ويفعل الفاحشة في سر، سواء في الليل أو في النهار،
ولا يطلع عليه إلا الله، أمره إلى الله، ويحرص على ألا تظهر. ولكن إذا أصبحت الفاحشة شعارا ودثارا وأصبحت لها مواثيق وبرامج وتنفق عليها الأموال، يعلنوا بها وينشرونها في الناس، ما لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، تصبح مطبع معها، شيء عادي في حياة الناس، حتى تصير العفة هي الأمر المنكر وهي الأمر القليل، وأهل العفاف يستخفون بعفافهم وعفتهم، وأهل الفحش والعهر والمنكر يقدمون ويصدرون في المجالس. يقول: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. ظهر الأيدز، السيدة، وظهرت إيبولا، وظهر الزهري، ظهرت الأمراض الجنسية التي لم يكن يعرفها أسلافنا، وفشت الأمراض والأوجاع، وظهرت كورونا، وظهر جدري القردة، وظهرت جميع الأوبئة التي لم تكن في أسلافنا الذين سبقوا، بسبب ظهور الفاحشة وانتشارها في المجتمعات، وخصوصا المجتمعات الغربية الكافرة. حفظ الله بلاد المسلمين، وحفظ الله المسلمين والمسلمات من جميع الأدواء والأهواء والأوجاع والأسقام. ثم يقول: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة. عندما يصبح الاحتكار والغش هي الظاهرة المتبعة، وهي السلوك اليومي للتجار وللباعة ولجميع الحرفيين، ينقص المكيال، ينقصون الميزان، يغشون في الميزان، في الأوزان والمكاييل، ويزورون في المثاقيل. يبتليهم الله بالسنين، والسنين هي الجفاف، نسأل الله العافية، وشدة المؤونة، أن يكون هناك جفاف وقحط وغلاء ونقص في الموارد بسبب النقص في المكيال والميزان. وويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم ينقصون. قال: يبتليهم الله إذا نقصوا المكيال والميزان، أخذهم الله بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. يسلط عليهم حكاما ظالمين يسومونهم سوء العذاب، ويدخلون كواهلهم بالضرائب وغلاء الأسعار والزيادة اليومية في كل شيء، حتى يشعروا بضيق في المعيشة بسبب ما اقترفوا من نقص في المكيال والميزان. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وما منع الأغنياء الأثرياء المليارديرات، ما منعوا زكاة أموالهم وكدسوها في حساباتهم ومنعوا حق الله فيها للمساكين، إلا ابتلاهم الله بأن يمنع عليهم القطر، يعني المطر، أن يبتليهم بالجفاف، السنين الطوال. ولولا البهائم لم يمطروا، حتى تصير البهائم لها قدر عند الله أعظم من قدرك أنت يا ابن آدم، بفحشك وهعرك وشحك وجزعك وطمعك وغشك ومنعك لحقوق المساكين فيما رزقك الله من أموال. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم. نقضت العهود والمواثيق، ما نقضوا العهد الذي بيننا وبين الله هو عهد التوحيد. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني، هذا صراط مستقيم.
الله عهد إلينا أن نعبده ونوحده وأن لا نشرك به شيئا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا العهد الأول. ثم قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقود والعهود والمواثق التي بيننا وبين الله أن نعبده ولا نشرك به شيء، وأن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج البيت إن استطعنا إليه سبيلا، وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وأن ندعو إلى الله على بصيرة. وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشهد له بالرسالة، وأن نقر له بالرسالة والنبوة، وأن نصدقه فيما أخبر، وأن نتبع ما أمر به ونهى، وأن نتجنب ما نهى عنه وجزر، وأن نعلم بأنه رسول لا يعبد ولا يكذب، وأن نتبع سنته في كل شيء، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. هذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بينه وبين أمته. فإذا نقضت الأمة هذا العهد الذي بينها وبين الله يسلط الله عليهم عدوا من غيرهم، يسلط عليهم الروم وفارس، أمريكا وحلفائها، فتذلهم وتأخذ ما في أيديهم من الأرزاق التي حباهم الله بها، ويشعرون بالذلة والصغار والتبعية للأمم الكافرة بعد أن كانوا أعزة وكانوا في قمة الكرامة والعزة. ولكن ربنا يقول من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. اعتزوا بالله يعزكم الله. فإذا نقضوا عهد الله وعهد رسوله سلط الله عليهم أقواما من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وعندما أئمة المسلمين ملوكهم ورؤساؤهم وزعماؤهم يغيرون شريعة ربنا ويتركون الحكم بما أنزل الله ولا يتخيرون الأحكام الشرعية من كتاب الله، بل يتخيرونها من المواثيق الدولية، من الأمم المتحدة التي اتحدت على تفتيت الإسلام وتفتيت ديار الإسلام وتجويع المسلمين وسلخهم من عقيدتهم ومن دينهم ومن فطرتهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، إلا جعل الله البأس والعداوة بين الشعوب والأمم المسلمة. انظروا، دول الكفر متحدة ولا حدود بين بلدانها ولا جنسيات مختلفة، بطاقة واحدة برقم تسلسلي، هوية واحدة يتحرك بها الأوروبي من فرنسا إلى دنمارك، ومن السويد إلى إسبانيا والبرتغال، يتجول على دراجته الهوائية من غير جواز سفر ولا تأشيرة ولا أي شيء، هوية برقم تسلسلي. هؤلاء الكفار. بينما المسلمون صارت بينهم الحدود والسدود، وإذا أراد المسلم أن ينتقل من بلد إلى بلد يمر من خرم الإبرة، لا بد من جواز سفر وتأشيرة عبور وتأشيرة دخول وتأشيرة مرور وتأشيرة إقامة وتأشيرة ترحيل وما إلى ذلك من الأمور. وهذا بسبب تعطيل شريعة الله وتعطيل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خصال 5 إذا
ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. حديث صحيح رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك وغيرهم. قلت ما سمعتم، إن كان صوابا فمن الله وحده وبتوفيقه، وإن كان فيه الخطأ وما أبرئ نفسي من الخطأ فالله ورسوله بريئان منه، والخطأ مني والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد.